عليكم اصدقائي صديقاتي، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامجكم في التسعين. اتمنى كل اللي بيتابعنا على اليوتيوب يدخل يشترك في قناتي، وكل اللي بيتابعني على الفيسبوك يدخل يشترك في صفحتي على الفيسبوك. حلقتنا النهارده هنتكلم عن المراجعه النهائيه لمباراه الاهلي والترجي المقامه على ملعب رادس ملعب الترجي. باذن الله اتمنى التوفيق للنادي الاهلي وان الاهلي يقدر يعمل نتيجه ايجابيه. هنتكلم في البدايه عن طريقه لعب الترجي. طريقه لعب الترجي هو بيلعب ب 4-1-4-1 او 5-4-1، وهو لعب بالطريقتين في اخر 4 مباريات. وباذن الله اعتقد ان هو هيلعب 5-4-1، لانه هو لعب قدام شبيبه بلوزداد على ملعبه في افريقيا ب 5-4-1، وكان دايما بيلعب على الهجمه المرتده. بس اعتقد ان هو يلعب ب 5-4-1، ودايما هو لما بيلعب ب 5-4-1 بيعتمد دايما لا اما على الهجمه المرتده، لا اما لما بيجي يضغط بيوجه الضغط دايما على جنب من الاجناب، سواء الباك اليسار اللي هو علي معلول او محمد هاني، ويبتدي يضغط من هنا يقطع الكوره او يعمل هجمه مرتده عليه. حاجه ثانيه، نبيل معلول لما بيجي يهاجم بيعتمد دايما على الباكين، الباك اليمين اللي هو رائد بوشنيبه، والباك اليسار اللي هو محمد بن حميده، وهم دايما بيهاجموا من الباكين او من على الجنبين. فهو احنا هنشوف الباكين طايرين على طول في المنطقه دي، ولازم كولر يستغل المنطقه اللي في خلف الباكين دول، لان هم على طول دايما بيهاجموا من المنطقه دي. حاجه تانية بيعتمد عليها فريق الترجي لما بيجي بيطلع بالكره، دايما بيعتمد على الفوضى. والفوضى معناها ان هو دايما لما بيجي يطلع بالكره دايما خط الدفاع دايما بيستلم الكره، وبيبتدي خط النص بتاعه اللي هو كوليبالي ومحمد علي بن رمضان ينزل عشان يستلم الكره، فبيسحب المدافعين معاه. ومحمد بن حموده اللي هو راس الحربه بتاعهم دايما بينزل عشان يستلم الكره، وبيوقف الكره لمحمد بن رمضان اللي بيكون جاي من الخلف، وبيلعب دايما مباشر على الوينجين، او بيعمل هجمه مرتده دايما سريعه. ودي هنشوفها كتير في مباريات الترجي والاهلي باذن الله بكره. حاجه اخيره، نادي الترجي دايما بيعتمد على محمد بن رمضان اعتماد كلي، لان هو احد ابرز لاعبيهم وهو حمدو الهوني. وحمدو الهوني احنا عارفين ان هو غايب للاصابه، هو ومعاذ بن شرفيه وباقي اللعيبه اللي غايبه. فمحمد علي بن رمضان دايما هو ابرز عناصرهم، اللي هو هيقدر يحرك اللعب، وهو ترمومتر الفريق بمعنى اصح. هو اللي بيقدر يطلع بالكوره، وهو دايما عنده تسديدات قويه. ولازم كولر ينبه على اللعيبه بتاعتنا ان هم ما يعملوش فاولات حوالين المنطقه، عشان هو بيقدر يشوط كويس جدا ورجله مظبوطه على الجون. لمشاكل الترجي، ومشاكل الترجي هتكون اكبر مشكله عندهم ورقم واحد عندهم هو الارتداد الدفاعي في اخر ربع ساعه. دايما الباكين بتوعهم هيكونوا ضعاف جدا في الارتداد الدفاعي، لان اللياقه بتاعتهم والبنزين بتاعهم بالعربي كده هيكون خلص، فمش هيقدروا ان هم يرتدوا في الدفاع بسرعه زي ما كانوا بيعملوا في بدايه المباراه. فاتمنى ان كولر يلعب على الحته دي او النقطه دي، لان احنا هنستفاد منها كتير جدا في اخر ربع ساعه، سواء بالتغييرات او بالهجمات اللي احنا هنعملها من على الجنبين، وباذن الله نقدر نحرز اهداف من المنطقه دي. مشكلة تانية عند نادي الترجي وهي التغطية العكسية. دايما نادي الترجي عنده مشكلة في التغطية العكسية، بمعنى صح الباك اليمين والباك اليسار دايما ما بيغطيش التغطية العكسية، او ما بيمسكش حسين الشحات او تاو الونجين بتوعنا عشان يقدر ان هو يغطي المنطقة دي. فدايما هتلاقي المنطقة دي فاضية بالنسبة لنا، نتمنى ان احنا نستغلها ونقدر نحرز منها اهداف. حاجة تانية، دايما تمركز المدافعين سواء الاثنين او الثلاثة اللي بيلعبوا ورا تمركزهم سيء جدا، فيا ريت ان احنا نستغل دايما التمركز ده، لان هم وقفتهم في الملعب بتكون خطأ جدا، واوقات كتير بيغلطوا وهم بيطلعوا بالكوره. فيا ريت ان احنا نضغط عليهم في نص ملعبهم، نقدر نغلطهم في نص ملعبهم، ونستغل دايما الكوره اللي احنا هناخدها، لان المباريات دي مبنيه دايما على الاخطاء ودايما مبنيه على الفرصه الواحده. فيا ريت ان احنا الفرصه اللي تيجي لنا نقدر نستغلها. هنيجي نتكلم عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي باذن الله هيلعب ب 4-3-3، تشكيل مكون من وجهه نظر انا، ويا ريت لو انتوا عندكم اراء ووجهه نظركم ان انتوا تكتبوا لي التشكيل المتوقع للنادي الاهلي بكره باذن الله، تكتبوا لي تحت في التعليقات. النادي الاهلي يلعب بالتشكيل مكون من محمد الشناوي وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلى اليمين محمد هاني وعلي معلول على اليسار، وقدامهم مروان عطيه وديانج وحمدي فتحي، وعلى اليمين تاو، وعلى اليسار حسين الشحات، وقدامهم كهربا. كولر لازم يكون محضر ان هو يقسم المباراه على 3 مراحل او 4 مراحل. المرحله الاولى ان انت في وقت من الاوقات لازم تضغط دايما عشان تغلطهم، لان عندهم قلبين الدفاع دايما بيغلطوا كتير في الطلوع بالكوره. حاجه تانية ان هو لازم انت تكون بتضغط بحساب، لان انت وقت ما تضغط لازم تاخد الكوره، ودايما لو ما خدتش الكوره لازم الخطوط دايما تكون متقاربه من بعض، لان هم دايما بيلعبوا لعبه مميزين فيها جدا، وهم ان هم محمد بن رمضان هو وكوليبالي بيسحبوا الخط النص بتاعنا، وبيبتدي يلعبوا على محمد حموده اللي هو راس الحربه بتاعهم، يبتدي ينزل يستلم، ويلعبوا دايما على الكره الثانيه يلعبوها على الوينجين، سواء انيس البدري او اللي هيلعب مكان حمدو الهوني. الحاجه الاخيره اللي الاهلي لازم ينتبه ليها وهي الكرات الثابته زي الكورنر. الكورنر دايما هم بيلعبوه واو لفه دايما لبره، ما بيلعبوش لجوه، هم بيلعبوا دايما واللي جاي من الخلف دايما هو اللي بيدخل يلعب بدماغه. او الضربات الثابته واللي مميز فيها جدا محمد علي بن رمضان، وهو بمعنى اصح رجليه مظبوطه جدا على الجون، سواء في التسديدات الكره المتحركه او الضربات الثابته. فيا ريت تخلي بالنا من الكور دي.
حاجة أخيرة، أتمنى إن إحنا نقلل جدا من أخطائنا، ويا ريت بمعنى صح إن إحنا نقدر إن إحنا نحرز هدف في أول ربع ساعة، وده هيفرق معانا كتير جدا، أو نضغط عليهم في أول ربع ساعة ونغلطهم، وده هيفرق معانا كتير جدا. أتمنى إن أنا أكون شرحت شرح مبسط لحضراتكم وتكونوا استفدتم من الشرح اللي أنا شرحته، وكل التوفيق للنادي الأهلي بإذن الله في مباراة غدا بإذن الله، ونطلع بنتيجة إيجابية أو نفوز على الترجي وهو الملعب المفضل لينا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ومع السلامة في حلقة جديدة من برنامجكم في التسعين.